نبلشين رأسًا بالبهارات، عندي هنايا كركم، بابريكا، ملح، فلفل أسود، ونوعين من البهارات مشكلة، راح أضيف عليهم زيت زيتون أخلطهم كل زين، وبعدين راح أتبل بيهم الدجاجة، بعد ما تبلتها راح نكمل باقي الخطوات، حطيت الجدر مالتي على النار وحطيت بيه زيت، راح أضيف عليه بصلاية مفرومة ناعم، نقلبها شوية لحد ما تستوي، وبعدين نضيف البهارات العدل، ضفت هنا نمو بصرة، وبعدين ورق غار ودارسين، أعواد شوية من القرنفل وهيل حب. أضيف هنا وياها شوية شعرية، راح أقلبها لحد ما تحمر، وبعدين راح أضيف وياها 3 فصوص من الثوم، وبعدين التمن. بعد ما ضفت التمن وضبطت المي والملح، هسه راح أغلفها بالسيليفون، وبعدين راح أحط عليها ورق زبدة. لحد هاي الخطوة من عرفت يا شاطرة إنه هذا هو المندي. هسه ضفت الدجاجة، بس طبعا شنو نسيت إنه أني أثقب السيليفون وورق الزبدة، فثقبته على السريع، وبعدين أغلفه الدجاجة مرة ثانية بورق الزبدة وهماتين بالسيليفون كل زين، وأدخلها الفرن على درجة حرارة 200 مدة ساعة إلى ساعة ونص. بعد ما استوت راح أفتح السيليفون وأدخلها الفرن مرة ثانية تتحمر من فوق شوية. حمرت وصارت جاهزة. هسه جبت فحماية مشعولة، راح أضيف عليها هنا زيت شويونة، راح أقبضها على السريع، وبعدين راح أغلفها هماتين فوقها بالخاولي، حتى شنو حتى كل الدخنة مالتها تبقى بالداخل وتطلع ولا أطيب. شلت الدجاجة هنايا وفكيت التمن، باقي هنا شوية صوص زيت على التمن، بس شنو التمن يعني ريحة مالته ما أوصف لكم، كلش طيبة. أتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم، لا تنسون لايك وشير، تعليق من أيدكم الحلوة كلش يسعدني. تابعوني على الانستغرام أو على قناتي على اليوتيوب. شوفكم بوصفة جديدة أو فيديو جديد. مع السلامة.